تفاعلكم ودعمكم يصنعان انتشار الحقيقة، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب قبل المتابعة. ونبدأ معكم الآن تفاصيل هذا الملف الجوي والميداني الأكثر خطورة وتدميرا في تاريخ المنطقة. ففي مشهد مرعب يحبس الأنفاس ويبدو وكأنه مقتبس من أكثر أفلام السينما رعبا حول بداية نهاية العالم كما عرفها البشر. يستيقظ حوض البحر الأبيض المتوسط اليوم على وقع واحدة من أعنف وأشرس الكوارث الطبيعية في العصر الحديث، حيث يضرب الإعصار هارق قلب المتوسط بقوة تدميرية خارقة وغير مسبوقة، ناشرا حالة من الذعر والهلع الشامل التي خيمت على السواحل التونسية والجزر الإيطالية وصولا إلى عمق اليابسة في إيطاليا، محولا هذا البحر الذي طالما كان رمزا للهدوء والجمال إلى وحش كاسر وهائج يزمجر بموجات عاتية ويبتلع في طريقه كل ما بناه الإنسان من مظاهر الحضارة والمدنية، محطما كافة الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ العنف المناخي والاضطرابات الجوية. ونلاحظ مشاهدينا الكرام في هذه الساعات الحاسمة أن السحب السوداء القاتمة والكثيفة التي تظهر في الأفق كأنها جبال من الفحم المحترق أو جدران عملاقة من الظلام الدامس تزحف الآن وبكل ثقلها فوق سماء تونس الخضراء وجزيرتي سردينيا وصقلية، في مشهد جنائزي مهيب يوحي بأن السماء قد انشقت فعلا عن غضب طبيعي مدفون منذ آلاف السنين، حيث تهطل الأمطار بغزارة مذهلة وبلا توقف لثانية واحدة، وكأن الغلاف الجوي للأرض قد قرر فجأة وبشكل نهائي إغراق اليابسة ومن عليها دفعة واحدة في طوفان جديد. والآن وبينما نواصل معكم هذه التغطية المباشرة، تشير تقارير محطات الرصد الجوي العالمية والمنظمات الدولية للأرصاد إلى تسجيل كميات أمطار كارثية وتاريخية لا يمكن للعقل استيعابها، حيث من المتوقع أن تتجاوز حاجز 1000 مليمتر في أجزاء واسعة من جزيرة صقلية خلال الساعات القليلة القادمة. ولكم أن تتخيلوا مشاهدينا حجم هذه الفاجعة حين نعلم أن هذه الكمية المهولة من المياه تعادل إجمالي ما يسقط من أمطار طوال سنة كاملة في دول ومناطق بحالها، لكنها هنا تنهمر فوق رؤوس السكان في ليلة واحدة مرعبة ومظلمة، مما دفع كبار الخبراء لتصنيف ما يحدث على أنه قنبلة مائية انفجرت في وجه القارة العجوز. ونرصد لكم مشاهدينا الكرام عبر شبكة مراسلين وما ينقله الناشطون الميدانيون والخبراء الدوليون أن سرعة الرياح العاتية قد تجاوزت بالفعل وبشكل مخيف حاجز 120 كيلومترا في الساعة في مناطق شاسعة ومأهولة من إيطاليا وجزرها، مما أدى إلى تحول سطح البحر الأبيض المتوسط إلى جحيم مستعر من الأمواج المتلاطمة التي ترتفع كجبال مائية شاهقة تناطح السحاب لتضرب الموانئ بكل ثقلها وتدمر الحواجز الإسمنتية الضخمة والقواعد الصخرية التي صمدت لقرون طويلة أمام عوادي الزمن. وبينما بدأ هذا البحر الثائر والزاحف بعمليات غزو فعلي وعميق لليابسة، مبتلعا الطرقات الساحلية الدولية ومدمرا البنى التحتية الحيوية وشبكات الجسور ليعيث فسادا وتدميرا في المنازل السكنية والمنشآت السياحية القريبة. إذن مشاهدينا،
وفي خضم هذه الفوضى العارمة التي لا ترحم، أعلنت السلطات الإيطالية في روما حالة الطوارئ القصوى والقصوى جدا، ورفعت درجة التأهب في كافة الأقاليم المتضررة إلى اللون الأحمر، بعد تأكيد أنباء مفجعة وصادمة عن سقوط 14 قتيلا كحصيلة أولية ومرشحة للارتفاع بشكل كبير نتيجة الفيضانات الجارفة والانهيارات الطينية المتلاحقة التي طمرت أحياء سكنية وقرى بأكملها تحت أطنان من الركام والوحل والدمار. والآن مشاهدينا، ومع استمرار الزحف المدمر لهذا الإعصار التاريخي، تغرق مدن إيطالية كبرى وتجمعات سكانية بأكملها في ظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي الشامل وانهيار شبكات الاتصالات وخروج محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة تماما. وفي هذا السياق المأساوي نتابع معكم مشاهدينا تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير النقل ماتيو سالفيني، الذي أكد أن الذروة الكبرى للإعصار لم تصل بعد، محذرا من سيناريوهات أكثر قسوة. إن ما نراه اليوم من داخل غرف العمليات المركزية هو مشهد يفوق قدرة العقل على التصديق. إنني أتابع الوضع الميداني بكل قلق، ثانية بثانية ولحظة بلحظة، وأقولها لكم بكل صراحة وبقلب يعتصره الألم. إن إيطاليا تواجه اليوم اختباراً وجودياً لم تشهده منذ عقود طويلة. التقارير التي تصلني الآن من صقلية وسردينيا وميلانو تتحدث عن كارثة حقيقية. الفرق الإنقاذية تعمل في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها جحيم مستعر على الأرض. ومن هنا ومن موقعي هذا أوجه تحذيراً شديداً وأخيراً لكافة المواطنين: لا تظنوا أن العاصفة قد انكسرت، فالأسوأ والذروة الكبرى للإعصار هرق لم يصل بعد. نحن أمام ساعات مصيرية، وقد نشهد في القادم من الوقت سيناريوهات أكثر قسوة ودموية مما شاهدناه حتى الآن. أرجوكم التزموا بيوتكم واتبعوا التعليمات، فالخطر يحيط بنا من كل جانب. وفي جزيرة سردينيا صدرت أوامر إخلاء عاجلة ولم تسلم مدينة ميلانو من العاصفة العنيفة. وفي ختام هذه التغطية ندعوكم مشاهدينا الكرام للاشتراك في قناة نيوز الآن وتفعيل جرس الإشعارات لمتابعة الحقيقة لحظة بلحظة. شكرا لثقتكم ومتابعتكم المستمرة.